هاي، الفيديو بتاعنا النهارده مختلف شويه. انا هعمل شير سكرين النهارده وهشرح لك معنى ارقامك اللي انتي بتنزليها عندك على البيج، ازاي تقري ارقامك كويس. وديت بتكون من اهم الستبس لما بنيجي نحط استراتيجيه للصفحه. لازم نبقى فاهمين معنى الاناليتكس بتاعتنا بتقول لنا ايه. فانا هعمل شير سكرين بتاعتي من على الموبايل بتاعي، عشان كده الموبايل النهارده بيعمل فيتشرنج عندنا. I'm going to walk you through everything. بس قبل ما نبتدي كنت عايزه كده اقول كلمه بسيطه. انا اليوتيوب شانل بتاعتي لسه صغيره وهتاخد كذا سنة لحد ما تبتدي ان هي تكبر وتجين تراكشن. وانا في كذا حد على الشانل هنا بالذات بتكون بجد جميلة جدا، على طول بتعملي كومنت عندي حتى لو انا مش منزلة حاجة او ما عندكيش حاجة تروحي حاطه لي قلب. يعني بجد بحس بالذات الناس اللي هنا في اليوتيوب شانل you're very supportive، وبجد thank you so much عشان السبورت. thank you so much علشان انتي معايا وموجودة في الحتة اللي فيها فيديوهات طويلة ممكن تبقى مملة بالنسبة لناس كتيرة. ما بنزلش حاجات بقى اللي هي بتضحك، مفيش الكلام ده خالص. كلنا شغل جد 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 and you're still offering support. بتتفرجي على كل فيديو. ف thank you very much. أنا حرفيا حافظاكم بالأسامي وبجد thank you. نخش بقى في الفيديو. هاي، أنا اسمي سارة القاهري وأنا بساعدك انتي تزودي المبيعات بتاعتك من خلال قوة المحتوى. والنهاردة هنبتدي ان احنا نعمل المحتوى بتاعنا مع بعض. تعالي بقى يلا بينا نبتدي. أنا هخش على انستجرام. تعالي نفهم مع بعض أرقامنا معناها ايه. هتدوسي هنا على Professional Dashboard، ومن Professional Dashboard هو دوت اللي هيظهر قدامك. طبعا في اختلافات بسيطة على حسب انتي عندك انهي فيرجن من الفيرجنز بتاعت انستجرام، وكمان بيكون اختلافات بسيطة لو انتي الاكاونت بتاعك مثلا كرييتر اكاونت ولا بزنس اكاونت. الاكاونت ريتشت هنا بيقولك ان انا الشهر دوت في اخر 30 يوم وصلت ل 700 ألف شخص، و 2.4% من الناس ديت انا كنت عاملة اعلانات في بلد تانية يعني، فكانت الإعلانات كانت 2.4 من الناس ديت. وهنا بيقول لنا إيه؟ هنا بيقول لنا إن إحنا عندنا 600 ألف شخص non-followers و 800 شخص non-followers. حاجة I want to point out إن أنت لما تيجي تبصي على أرقامك وأنت بتعملي إعلانات، وإحنا هنا أنا قصدت إن إحنا لما هنيجي نعمل إعلانات المرة دي أبقى حطاها في الأناليتكس، عشان عارفة إن معظمكم بيعمل إعلانات كتيرة جدا. لما بنيجي نعمل إعلانات زي ما أنا على طول بقول، ما بنعتمدش على الإعلانات بتاعتنا في حياتنا. أنا عملت إعلانات في الكيس اللي قدامنا دلوقتي ديت، أعتقد كانت أسبوعين أو 3 أسابيع، وكانت على كورس معين وكنت ببيعه في السعودية. دلوقتي خلاص الإعلانات ديت وقفت. هتلاقي إن الريتش خلاص من ساعتها لسه موجود. الحاجة التانية، ما ينفعش إن انت الريتش بتاعك يعتمد على الإعلانات. يعني إحنا هنا واصلين 755 ألف شخص وعندنا 2.4% من الإعلانات، يعني دوت كام؟ يعني تقريبا 18 ألف شخص بس هو اللي جاي من الإعلانات، والرقم دوت مش accurate عشان أنا ما حطيتش ال3 أرقام اللي هنا، والباقيين كلهم جايين من المحتوى بتاعي. فده بيأكد لك إيه؟ دوت بيأكد لك إن انت لازم لما تيجي تبصي انت الصفحة بتاعتك بتوصل لعدد ناس قد إيه وليه، تبقي فاهمة إن الصفحة بتاعتك واصلة للناس الصح. طيب الريتش هنا معناها أنا الصفحة بتاعتي ديت وصلت لعدد قد إيه من الناس. الحاجة التانية عندك الامبريشنز ديت، معناها إن 700 ألف شخص دول شافوا البوست بتاعي 1,600,000 مرة. فدوت مش معناه إن أنا وصلت 1,600,000 شخص، دوت معناه إن 755 ألف شافوا البوست 1,600,000 مرة. بتنزلي تحت وهتلاقي إن معظم الوقت الريلز بتاعتك هي اللي بتجيبلك أكبر نسبة ريتش، ودوت طبيعي جدا جدا جدا، علشان انتي الريلز هي اللي بتجيب ريتش أعلى وكمان بتبيع كويس جدا. عشان كده أنا عاملة الكورس بتاع الريلز. تعالي بقى مع بعض هنخش في حاجة مهمة جدا جدا جدا. نرجع ورا وعايزاكي تخشي على المحتوى بتاعنا نلعب فيه شوية. هتخشي على توب كونتنت وهتفتحي الاكاونت بتاعك وهتبتدي ان انتي تبصي. لما هيبقى عندك هتخشي عند الفلتر هنا، وانتي عايزة ان انتي تفهمي الماتريكس بتاعتك، عايزة ان انتي تفهمي ارقامك. ممكن ان احنا نعمل مثلا اكبر نسبة شيرز. تعملي كده لما تلاقي ان انتي عندك بوست اتعمل له شير بشكل قوي جدا جدا جدا، دوت معناه الناس مشاعرهم اتعمل لها تريجرينج وهم بيتفرجوا على البوست ده، فكانوا عايزين هم يعملوا له شير مع الكوميونتي بتاعتك. لو نسبة التفاعل عندك على البوست عالية جدا، دوت معناها
ان انتي البوست بتاعك خلى ان الناس عايزة تقول رأيها او عندها سؤال عايزة تسأله على المنتج بتاعك. لو انتي عندك كرييتور اكاونت هتلاقي كمان ان انتي تقدري ان انتي من الفلتر هنا تشوفي المسجز، ايه هو اكتر بوست بعتلك مسجز، وهنا هنقدر ان انتي تبقي عارفة ايه كمان هو اكتر بوست جايبلك مبيعات. تعالي نرجع مع بعض ونبص كمان على حاجة مهمة جدا ناس كتيرة جدا مش بتاخد بالها منها، وهو الستوريز. هندوس هنا على الستوريز اللي هي التوب ستوريز. هتبصي على الستوريز بتاعتك هتلاقي ان انتي في ستوريز جايبة ريبلايز كتيرة جدا. كل ما حد يعمل ريبلاي على الستوري بتاعتك دوت معناها ان ديت ناس بتسأل على البرودكت دوت، فتعرفي ان دوت بروبلي اكتر ستوري جايبالك مبيعات. ده كده باختصار وبسرعة شديدة بكل سرعة كده ازاي تفهمي الاناليتكس بتاعتك على انستجرام. I hope ان الفيديو دوت you found it helpful. It was very important ان انا نصوره ونبص على كل حاجة معناها ايه. It's a very short video بس I hope you found it helpful. انا بقى عايزة اسألك سؤال، بما الناس اللي هنا هم اصدقائي الصدوقين، انهي سيت اب احلى؟ obviously في السيت اب ديت اللي هو البيت في مصر، في السيت اب التانية البيت بتاع الامارات، في السيت اب التانية اللي هي في الصالون برضو في مصر وفي السيت اب بتاعت الاستوديو اللي هي بورينج ومش وراها اي حاجة في الدنيا. انهي سيت اب اللي عجباكي اكتر؟ انا بصراحه السبب ان انا عماله بصور في اماكن مختلفه ان انا بسافر كتير جدا الفتره اللي فاتت، ومش لاحقه ان انا اقعد مره واحده على بعضها اصور مثلا 10 20 فيديو زي ما انا كنت بعمل في الاستوديو، وزي ما انا في العادي بعمل اصلا بالذات اليوتيوب. ف I need your help. قولي لي اعمل ايه. probably هحاول ان انا تستيك لاكتر حاجه انتي عجباكي فيها، بس غير كده طبعا هحتاج ان انا to alternate every once in a while. I will see you ان شاء الله في الفيديو الجاي.